اول فيديو ليا من داخل المملكه العربيه السعوديه، مملكه الانسانيه. بما اني قاعده في السعوديه فتره، فانا جات لي فكره ان انا كل خميس اطلع اعمل فيديو اتكلم فيه عن مشاكل المصريين داخل المملكه. يعني حد عمل مشكله مع كفيله والكفيل عمل له بلاغ هروب، واحده مع جوزها في السعوديه ومد ايده عليها، هتروح فين؟ هتلم شنطه هدومها وتروح فين؟ تيجي تقعد عندي يا جماعه تنورني والله. حد جاي في المطار وتفاجئ ان في حد، الله لا يسامحه، دسس له مخدرات في الشنطه بتاعته. في الحاله دي يعمل ايه؟ وكمان ممكن ناخد مداخلات، يعني نطلع لايف وناخد مداخلات من مصريين عندهم مشاكل قانونيه داخل المملكه العربيه السعوديه ونحاول نحلها. طبعا ده كله بالتعاون مع دكتور عبد الله هيكل، صاحب مؤسسه جبر الخواطر. صح حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا جدا. على فكره انا من اشد المعجبين جدا بالمستشاره اميره. تسلم يا دكتور. وبصراحه يعني كبسوله قانونيه كده حلوه. يعني اللي عايز يستفيد من القانون بجد يتفرج على حلقاتها. حلقات جميله جدا، وانا متاكد ان هتبقى فيها افاده جدا للمغتربين. هيفهموا حاجات كتير غايبه عنهم، خصوصا اللي بيفكر انه يسافر يشتغل، او اللي بتفكر انها تقيم مع زوجها في الخارج. فرصه حلوه تقدري تتابعي فيديوهات المستشارة أميرة عشان تقدري تعرفي معلومة قانونية هتفيدكم. استنونا كل خميس. باي باي.